وكمان جه كمل عليها الحكم في نهايه المباراه ضربه جزاء مستحقه. وانا اقسم لك ان ضربه الجزاء دي لو لاي فريق تاني غير النصر، وانتوا عارفين كده كويس، كانت اتحسبت. لكن حكم المباراه من البدايه وهو مش عايز يحسب ضربه الجزاء. حتى لما حكم الفار استدعاه راح كده تقضيه واجب، اللي هو راح يبص وراح لافف على طول. يا عم طب اديها حقها، بص على الكوره، ركز شويه، راجع شوف اللعبه. لا مفيش، هو رايح واخد القرار انها مش ضربه جزاء. فانا مش عارف احنا هنبداها من بدايه الموسم بالشكل ده. لا، اداره النصر المره دي لا مشكله لعيبه ولا مشكله مدير فني، المشكله دلوقتي اداره النصر. اداره النصر لازم تشوف لها حل في المواضيع دي، لازم تشوف لها حل في موضوع الحكام، لازم تشوف لها حل في موضوع الظلم اللي النصر بيتعرض له، لازم تشوف لها حل في تدعيم الفريق قبل انتهاء موسم الانتقالات. ما ينفعش، احنا مش هنكمل الموسم بالشكل ده. انت ما عندكش دكه بره، انت لو في لعيب من اللعيبه الاساسيين دول اتصاب